طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو سريع جدًا وهتستغربوه شوية. أستاذ ضياء سأل سؤال حلو جدًا، وأنا حابة أرُد عليه في فيديو رغم إن أنا رديت عليه في الcomment. طيب هو دلوقتي بيقول إن هو اتعلّم graphic الحمد لله من نَفْسه على اليوتيوب، يعني من زُملا يعني وكده، واتعلّم منهم التصاميم السوشيال ميديا مثلًا. فحابب التصاميم اللي هو طبّقها دي يحطّها في معرض الأعمال، سواء بقى على behance يقصد أو على خدمة خامسات. أنا هارُد عليه هنا وأقول لكم إيه الأفضل، لإن السؤال ده اتكرر كتير، فشكرًا ليك يا أستاذ ضياء وبالتوفيق. طيب يا جماعة، أي فيديو إحنا طبّقنا التصميم بتاعه، سواء قناتي أو أي قناة تانية، ما ينفعش أبدًا إن إحنا نستخدمه في معرض أعمالنا، لإن هيبقى مُكرّر عند ناس كتيرة أوي، أوي، أوي بالفعل وقعت في الغلط ده، ونزّلت تصاميمهم على خامسات، تصاميم غيرهم يعني على خامسات أو غيره. هتقولوا لي يا نوران طب ما إحنا اللي مطبّقين وإحنا اللي تعبانين في التصميم. لأ، بس الفيديو ده كان ليه شرح على اليوتيوب، وليه زي ما بيقولوا إيه، ليه ماضي يعني. ناس كتيرة أوي طبّقته، وناس كتيرة أوي نفّذته، أي نعم تنفيذك غير تنفيذي، بس الفكرة واحدة الرسالة واحدة. فأنا بانصح أي حد لسه بيبدأ ما تغلطوش الغلطة دي، عشان أنا زمان عملتها و اتغلط في حقي كتير أوي بسببها. يعني اتقال إن أنا سارقة التصاميم، اتقال إن ده مش شغلي، اتقال عليّا كلام كتير. غير حاجة كمان، لو أنت هتعرض التصاميم اللي أنت طبّقتها من عند زميل ليّا مثلًا أو شغلي خامسات، بتعتبر إن ده سرقة، يعني ممكن خدمتك تعدّي وممكن لأ، ممكن أصلًا خدمتك تترفض عشان يقولوا لك إن الشغل ده مش شغلك، تمام؟ لإن هو بيعرفوا، ما أعرفش بيعرفوا إزاي بس بيعرفوا. فأنا بانصحكم لأي حد حابب يبني معرضه أو إنه يعرض على خامسات شغله، اعملوا تصاميم من أول وجديد وتعبوا. ده أولًا هيفيدكم إن أنتم تمرّنوا إيديكم، تمرّنوا عينيكم، تمرّنوا دماغكم على خلق أفكار جديدة، وإن أنتم كمان شغلكم يبقى بيتحسّن أول بأول من كتر ما أنتم عملتوا تصاميم وهمية. طيب يا نوران إحنا عايزين حل، إن إحنا مش بييجي لنا عُملا ومش عارفين إزاي نبني معرض والموضوع مُمِل. أنا مرّيت بالتجربة دي وعايزة أفاجئكم بحاجة، أنا على مدار ال8 سنين لمّا الشغل بيقِل وبابقى زهقانة، باشغّل نَفْسي بنَفْسي بتصاميم وهمية. طَب بتعمليها إزاي يا نوران؟ دلوقتي ChatGPT سهِّل عليكم الأمر أكتر ما كنت أنا زمان. بنروح لChatGPT أهو على السريع كده، تمام، نقول له مثلًا 10 أفكار لتصاميم بسيطة، مثلًا لو إحنا لسه مبتدئين، عن مطعم بيقدّم برجر وساندوتشات سوري، زائد طيب أنا هنا باقول له إن هو يساعدني كإنه عميل وهمي، ويدّيني brief كامل عن الشغل وأنا أشتغل عليه. طيب هو هنا هيدّيني 10 أفكار مع الجملة بتاعتهم، تمام، فأنا هاستغل ده إزاي؟ هنا بيقول لك تصميم برجر كبير مع خلفية بسيطة ملونة. فبناخد الفكرة دي كده وننسقها للجملة، يعني الجملة اللقمة اللي بتشبعك من أول قطمة، بس طبعا هو كاتب قضمة، ماشي فنخليها قطمة. وناخد الجملة دي ونحطها جوه تصميم، جوه صفحة يعني فاضية، ونبدأ بقى نجيب برجر من الإنترنت، ونكبّر حجمه مع خلفية بسيطة ملونة زي ما هو طالب، ونضيف إفكتات، نضيف مثلًا بخار، نضيف نار، نضيف حاجات من دي، وبقى معاك تصميم كإنه عميل طالبه منّك. هتقولوا لي طَب يا نوران والشعار والبيانات التواصل والكلام ده، اخلقها أنت بنفسك. يعني بتروح مثلًا لFreeback، بتروح أي مكان، خُد أي شعار من الشعارات الجاهزة دي واكتب أي اسم مطعم، خلّي ChatGPT يساعدك في أسامي، واعتبره عميل بالفعل ونفّذ له ال10 تصاميم دول. هتلاقي نفسك شوية بشوية بشوية، مش لازم طبعًا تنفّذ ال10، نفّذ مثلًا 3 من كل مجال، عشان أنا عايزة يبقى في المعرض بتاعك مجالات كتيرة أوي مختلفة، عشان أي عميل يشوف الشغل بتاعك يقول ده متنوع، ده هيعرف يعمل تسويق، هيعرف يعمل شغل مثلًا عقارات، يعرف يعمل مطاعم، الكلام ده كله. فإحنا بس بنقول له ادينا 10 أفكار ونقتبس منهم 3 أو 4
نعمل عليهم حملة كاملة نشتغل عليها وننزلها في معرض أعمالنا، سواء على بيهانس انستجرام أو على خمسات. وبكده تكونوا عملتوا شغل من لا شيء ودربتوا ايديكم وفتحتوا مدارك مخكم ان ازاي تعملوا تصميم. طب يا نوران انا مش بعرف اجيب فكره، يعني انت دلوقتي قلتي لي تصميم برجر كبير مع خلفيه بسيطه ملونه، هعملها ازاي دي؟ اهو عندكم بنترست، بنكتب مثلا ات ونكتب جنبها مثلا برجر او فود مثلا في المطلق، فهيطلع لنا هنا منتجات كتيرة قوي ممكن ناخد افكارها. يعني مثلا لو احنا عايزين تصميم عن الصيف وممكن نستغل الفكرة دي في تصميم البرجر عادي جدا. ازاي؟ طيب نجيب خلفية فيها رملة وبحر، وده بمنتهى السهولة، سواء ذكاء اصطناعي هتصنعوها على ImageFX او اي موقع ذكاء اصطناعي، او تجيبوا صورة جاهزة من فريباك اللي هي الخلفية يعني. تمام، تحطوا بقى منصة، تحطوا كرسي زي ده كبير وتحطوا عليه البرجر وتعملوا الشادو، تحطوا الحاجات دي، يعني استلهموا من الصور ما تسرقوهاش. احنا اهو التصميم ده بيتكلم عن التوست مش بيتكلم عن البرجر، تمام؟ فاحنا ممكن ننفذ فكرة شبيهة ليها للبرجر، ايه المشكلة؟ بروحك بقى، بألوانك، بشغلك، بستايلك، بالتكست بتاعك، كل ده هتلاقي التصميم بقى مختلف تماما، انت بس استلهمت الفكرة منهم وقلدتها. هنا مثلا اهو شكل الكلمة هنا جميل قوي، فممكن نستغله ان احنا نكتب هنا لافتة خشبية مثلا، فهيطلع لنا نماذج كتيرة ناخدها نكتب عليها العرض بتاعنا، مثلا خصم 20% او عرض الصيف والكلام ده، ونحط المنتج بتاعنا سواء سان سكريم او اي منتج هنشتغل عليه. فيا جماعة والله بجد بجد نصيحة ليا، ابدا ابدا ما تحطوش اي شغل مطبقينه من عندي او من عند اي زميل وتحطوه في معرض اعمالكم. واسفه جدا ان انا عملت من الحبه قبه زي ما بيقولوا، وعملت فيديو مخصوص على كومنت واحد بس. استاذ ضياء يشكر انه سأل السؤال ده. واشوفكم على خير، كانت معكم نوران مدكور من بيكسل سبيس، اشوفكم على خير.